السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحة. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الخبز المصري بكل تفاصيله. الحقيقة الفيديو ده مطلوب مني من اخت عزيزة عليا، صاحبة قناة جزائرية. هي طلبته مني، يعني طلبت طريقة تحضيره وكده. انا كنت عاملاه معاكم على القناة كده، يعني في فيديو روتين. فهي طلبته مني. الحمد لله، يعني ربنا بقى يسر الامر وقلت بقى اعمله كمان للبنات اللي هي عايزه تتعلم، او للي هي يعني اللي هي بتسمع عن الخبز ده وعايزه تتعلم يعني تعمله كده بأدق تفاصيله. اول حاجه طبعا الخبز ده احنا بنعمله بالدقيق القمح، او اللي هو الدقيق البلدي بتاعنا المصري. ببدأ طبعا بنخل الدقيق حبة بحبة كده، وباخد النخالة اللي حضراتكم شفتها دي او الردة بركنها على جنب. اول حاجة بقى بعد كده بعمل اختبار الخميرة. الخميرة دي خميرة بيرة او الخميرة البلدي. انا بشتري الباكو على بعضه، وباكو كبير كده بشتريه على بعضه من السوبر ماركت او من المخبز الافران اللي هي بتاع العيش. وبقطعه القطع اللي حضراتكم شايفينها دي، واشيله في كيس بلاستيك، الفه كده واشيله في الفريزر واخد منه وقت محتاج. وطبعا انا بفضل الخميرة البلدي في الخبز ده، بفضل الخميرة البلدي عن الخميرة الفورية او الخميرة الجافة. هنا هبدأ اعمل الخطوة بتاعت اختبار الخميرة. الخميرة طالعة من الفريزر طبعا، حطيتها كده في شوية مية ومعلقة سكر وهسيبها. معايا بقى كده انا جهزت الدقيق معايا ده حوالي 10 كيلو. وجهزت كمان المية، طبعا المية عشان احنا في صيف، انا جايباها من الحنفية هعجن بيها مباشرة، مش هسخنها ولا حاجة. ضفت عليها معلقتين كبار من الملح ومعلقة ونص سكر، وبدأت بقى ادوب الملح والسكر كده في المية. المية طبعا ما بحدد لهاش مقدار، تبع ما يتظبط معايا العجينة يعني المطلوبة. بعد ما قلبت الملح كده والسكر في المية، هبدأ بقى أعجن. والطريقة دي طريقة مضمونة في العجن، لأن أنا معايا كده الدقيق، بحط الدقيق الأول وببدأ أضيف عليه المية واحدة واحدة. فطبعا الموضوع كده في إيدي، يعني لغاية اللي العجينة ما بتظبط خلاص ببطل أحط مية. لكن لو حطيت المية الأول وحطيت فيها الدقيق، ما بضمنش ان ممكن تكون كمية المية تبقى كتيرة على الدقيق ولا حاجة وانا ما عنديش، فطبعا ما بعرفش اتصرف. فهنا الطريقة دي اضمن. ببدأ كده الم الدقيق بالمية واحدة واحدة، وفي حتة حتة كده بضيف المية لغاية ما اتأكد ان المية طبعا الدقيق امتزج بالمية وبقى عجينة بقى زي ما حضراتكم شايفين. وفي المرحلة دي برضو ضفت الخميرة، وبرضو بقلب من هنا لهنا كده. طبعا انت لو عايزة يعني اللي لسه بتتعلم، ممكن تعملي 2 كيلو 3 كيلو لغاية ايدك ما تمشي كده في الخبز وتعرف الطريقة بتاعته كويس وكده، يعني ما تعمليش كمية كبيرة. هنا بقى بدأت بقلب العجينة من هنا لهنا كده، الحمد لله ما فيش دقيق كده، الدقيق كله خلاص امتزج بالمية. عشان كمان ما يبقاش معاكي في كلاكيع او اللي هي تكتلات كده، يبقى العجينة كويسة معاكي كده. طبعا العجين بتاعي محتاج شوية مية. خلاص العجينة كده في النهاية ما بضيفش بقى مية كتير، يعني المية اللي انا بضيفها بقى بضيف المية بحرص كده لغاية ما احصل على العجينة المطلوبة. العجينة دي زي ما حضراتكم شايفين كده بتبقى طرية ولينة بتلزق، لان انا مش هفردها بنشابة ولا هبططها ولا بايدي ولا حاجة، مش زي العيش الشامي. انا عملت معاكم العيش الشامي، وعملت خبز التميس، وعملت العيش البلدي. وطبعا يعني العجينة بتاعته بتبقى يعني يابسة شوية. هنا عندي طبعا في الصيف
انا بخلي العجينه ما بزودهاش ميه يعني كتير، انما في الشتاء عشان الجو بيبقى ساقعه فبزود شويه ميه، بخليها طريه شويه لان هي كده كده بتجمد. خلاص كده بدأت بقى الم العجينه بتاعتي كده، معايا العجينه المظبوطه اللي هي اقدر اقول ان هي يعني ان شاء الله هتبقى سهله معايا في الفرد. والموضوع ده طبعا بيتوقف على الخبره، يعني انت لو بقى ايدك هتمشي في العجين ده وفي الخبز ده هتبقي عارفه انا اعمل ايه والعجينه تظبط معايا ازاي وكده. بعد ما لميت العجينه دهنته كده بشويه زيت عشان العجينه ما تعملش قشره او تقشف، يعني تعمل قشره كده على الوش عشان الجو صيف بقى. وهنا غطيته بصينيه، اكتفيت بالصينيه دي كده عشان الجو حر وهيخمر معايا على طول، خمر معايا في ساعتين. خدت بقى الرده او النخاله اللي انا طلعتها من الدقيق، نخلتها كده بمنخل سلك تاني، طلعت الخشنه على جنب، والرده الناعمه اللي انا حطيتها على الصينيه دي اللي هبدا اقطع العيش عليها. هنا بقى معايا عشان اقطع العيش معايا شويه ميه، وحطيت عليهم برضو شويه زيت عشان العجينه ما تلزقش في ايدي، وفي نفس الوقت برضو ما تعملش قشره. قطعته بقى وبدور الرغيف في ايدي كده، قطعت قطع صغيره طبعا كده عشان ده ايه الفيديو ده زي ما قلنا انا عاملاه يعني للي يتعلم، للي لسه بتتعلم الخبيز تقطع هي القطعه دي، وممكن تقطع اصغر شويه لغايه ايدك ما تمشي في الخبيز بقى. انا بعمل طبعا العيش بتاع التلدين، او ممكن عشان اختصر وقت يعني بعد ما بقطع العيش بسيبه بقى حوالي 10 دقايق لغاية ما يخمر شوية عشان يطلع معايا في الفرن مظبوط، وكمان يبقى كويس يعني. ما قلنا الفيديو ده كده فيديو تعليمي. بعد كده دي المطرحة بتاعتي اللي انا هوسع عليها العيش، واللي هفرد عليها العيش. ومعايا الردة اهي اللي انا نخلاها، دي الردة ناعمة برضو، برش الردة كده على المطرحة دي طبعا موجودة عندنا في الأسواق في مصر. وببدأ أوسع بقى الرغيف. سويت الرغيف كده من الحروف عشان الحروف بتاعته ما تبقاش تخينة، كده كده وسط الرغيف ده بيرق لما بوسعه، أوسع بالطريقة دي كده. ومعايا الفرن معلية من الجناب. الفرن دوت معروف عندنا، معظم الناس هنا يعني جايباه، ومعظم الناس عندنا هنا بتخبز العيش ده، فمعظم الناس هنا عارفة الفرن ده انا بستخدمه كمان، يعني بعمل فيه صواني لو عايزه اعمل صينيه جلاش، عايزه اعمل فيه صينيه مكرونه بالبشاميل، صينيه فراخ، اي حاجه بستخدمه يعني فيها. بدأ بقى العيش معايا يشد كده من تحت، وبدأت بقى اديره من هنا لهنا، اجيب الرغيف من هنا لهنا كده لغايه ما خد اللون معايا اللي انا عايزاه زي ما حضراتكم شايفين كده. وكمان العيش معايا استوى، وبعد كده بقى طلعته. هنا بقى كمان بالنسبة للعيش ده عشان انا مقطعاه صغير ومعايا هنا الفرن واسع، فرميت رغيفين. يعني للي هي لسه بتتعلم ممكن واحدة واحدة كده يا حبيبتي ترمي رغيف وتجربي، وبعد كده زي ما قلنا لما ايدك بتمشي فيه بيبقى سهل جدا. انا الحقيقة ما بطمنش الا هو العيش ده عندي في البيت، لان بناكل بيه كل حاجة. هنا كمان برضو هعيد لكم الخطوة تاني بتاع توسيع العيش. معايا المطرحة هنا، ايديا فوق ايد المطرحة والايد التانية تحت المطرحة، وابدأ كده واحدة واحدة اوسع الرغيف. بعد ما حطيت عليه الردة، حطيت الردة الاول وفوقها حطيت الرغيف، وبسويه كده من الحروف برضو زي ما قلنا،
ووسعه، وبعد كده ارميه، يعني ما تخافيش، ما تكشيش ايدك كده وما تخافيش. بعد ما وسعت كده بظبط ايدي وبحرص كده ارمي الرغيف وما خافش. ولو ما اتعلمتيش من اول مره ما تيأسيش، يعني كلنا كنا كده لما اتعلمنا العيش ده، كنا بنغلط مره ونعمل العيش كويس مره، والحمد لله اتعلمنا وبقينا يعني اساتذه فيه بفضل الله. وادي العيش كده، انا طبعا عملت عيش صغير وعملت برضو عيش كبير اختصارا للوقت. العيش الصغير ده ممكن اقطعه كده لنصين، وممكن اشيله سليم في الفريزر واطلع منه زي ما انا عايزه. والعيش الكبير بقى اللي انا عاملاه ده كمان، ده كده اهو، ممكن اشيله كده سليم، ممكن اقطعه. والكبير ممكن اقطعه 4 تربع، وممكن كمان ألدنه او احمصه ويقعد عندي فتره من غير ما يبوظ. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لايك حلو واشتراك في القناه.